تخيل معي عزيزي المشاهد، لو أنت صغير في السن وماشي في الحارة وفجأة يخرج لك كائن كبير، شخص من كبار الحارة، ويقول لك لو سمحت يا ابني روح انفعنا، روح اشتري لي غرض من البقالة. ما هي ردة فعلك؟ هل سوف تذهب أو تجيب له عذر من الأدم؟ المهم، هذا هو موضوعنا لهذا اليوم. طبعا زمان كان كل شيء مختلف، تربية الأجيال كانت مختلفة، الأولاد كانوا أولاد محترمين تمام. جيلنا اللهم لا حسد، جيلنا يعني أنا ولا يعني من جيلي يعني من السن تبعي. المهم، كنت مثلا زمان أنا لو أنا في الشارع في الحارة أنا وأجي واحد من الحارة وطلب مني قال لي روح اشتري، أو حرمة من الجيران حق الحارة وطلب مني قال لي روح انفعني، طبيعي جدا اروح انفعي، حاضر، مستحيل نقول لا، حاضر ونروح ننفع. حتى لو واحد غريب من الحارة واجي مثلا لو سمحت روح انفعنا، كمان طبيعي جدا نروح ننفعه، حاضر نروح ننفعه انا او غير اي واحد. هذا زمان. ليش؟ لان كنا نحترم الكبير، اتربينا على احترام الكبار حقيقة يعني. لكن هذه الايام مع الاسف الا من رحم ربي، هذه الايام لو شفت ولد في الشارع اجيت طلب منه الفزعة، يا من لو سمحت تروح معنا مباشرة، قد مجهز الرد عنده قد جاهز. الله عدنا شارو عدنا يا مساعد طحسك ويطحسك على طول وفحط. مشكلة هذه الأيام إلا من رحم ربي. الله يرحم أيام زمان، ويرحم زمن الطيبين حقيقة. تمام، تربية صح، كان في تربية صح. خاطركم.